أهلا بيكم في رحلة استكشاف جديدة معنا. النهاردة هنغوص في منطقة غريبة ومدهشة في نفس الوقت، بنستخدمها كل لحظة تقريبا من غير ما ناخد بالنا. تقصدين الإشارات الصامتة دي؟ بالظبط، لغة الجسد. فعلا ده عالم رغم إنه صامت بس صوته عالي قوي. الإشارات دي بتشكل جزء ضخم جدا من تواصلنا وفهمنا للي حوالينا، ويمكن تأثيرها أقوى بكتير من الكلام نفسه. فعلا، وعشان كده رحلتنا النهاردة هتعتمد على خلاصة أفكار ورؤى من مصدر قيم جدا في المجال ده. هو كتاب المرجع الأكيد في لغة الجسد للمؤلفين ألان وباربرا بيز. الكتاب ده معروف قوي جدا، ومهمتنا هي إننا نستخلص أهم كنوز المعرفة دي ونعرضها بشكل شيق ومفيد. والميزة في الكتاب ده فعلا إنه بيقدم المعلومة العلمية بشكل عملي ومبسط، بيساعدنا نفهم لغة بنمارسها كلنا بالفطرة، بس يمكن مش واعيين بكل أبعادها وتأثيرها. ولما بنقول تأثيرها عميق احنا مش بنبالغ خالص. تخيل معايا إن أكتر من نص الانطباع اللي بنسيبه عند الناس ملوش أي دعوة بالكلام اللي بنقوله أصلا. بالظبط. في أبحاث مشهورة زي بتاعة ألبرت مهربيان، والكتاب بيجيب سيرتها، بتقول إن الكلام نفسه، الكلمات ممكن تمثل حوالي 7% بس. 7%؟ أيوة، 7% بس من تأثير الرسالة الكلية في مواقف معينة. رقم صادم بصراحة. صادم جدا. طب وال93% الباقيين دول بيروحوا فين؟ دول بقى بيتقسموا بين نبرة الصوت، ودي بتاخد حوالي 38%، وحركات الجسم وتعبيرات الوش، ودي ممكن توصل ل 55%. يا خبر، 55% لغة جسد؟ عشان كده ممكن تحس براحة أو العكس ناحية شخص معين حتى قبل ما يتكلم كتير. أو ليه الانطباع الأول ده بيبقى قوي كده؟ إحنا بنقرأ الرسالة كاملة مش بس الكلام. الكلام ده بصراحة يخلينا لازم نسأل، طيب إيه هي بالظبط لغة الجسد دي؟ وليه ساعات بنحس إنها أصدق من الكلام؟ بصي، ببساطة شديدة هي كل حاجة بنوصلها للي قدامنا من غير كلمات، وده بيشمل حاجات كتير قوي. تعبير وشنا، حركة إيدينا، رجلينا، وقفتنا، قعدتنا، بنبص فين وإزاي. التواصل البصري أيوة، وكمان نبرة صوتنا وإيقاعه وسرعته، مش الكلمات نفسها، لأ، الطريقة وحتى المسافة اللي بيننا وبين الناس. كل دي عناصر بتشتغل مع بعض عشان تكون اللغة دي. طب والاهتمام العلمي بيها ده موضوع جديد ولا قديم؟ لا مش جديد خالص. ممكن نرجع للبدايات لتشارلز داروين نفسه. داروين بتاع التطور؟ بالظبط. في كتابه التعبير عن العواطف لدى الإنسان والحيوان سنة 1872، داروين لاحظ وقتها إن في تعابير جسدية معينة زي الابتسامة أو العبوس دي موجودة عند البشر في كل الثقافات، وحتى شبه تعبيرات الحيوانات. وده فتح الباب لفكرة إن جزء من لغة الجسد دي ممكن يكون فطري وعالمي. ودي نقطة مهمة قوي الكتاب بيناقشها. هل كل إشاراتنا دي بنتولد بيها؟ كل الناس بتفهمها بنفس الطريقة في أي مكان، ولا بنتعلمها زي الكلام كده وبتختلف من بلد لبلد؟ هي في الحقيقة مزيج من الاتنين. في مجموعة أساسية من التعبيرات الأبحاث بتقول إنها غالبا فطرية وعالمية، مرتبطة بمشاعر أساسية زي السعادة، الحزن، الخوف، الغضب، المفاجأة، الابتسامة والعبوس وكده. أيوة، دي بنلاقيها مفهومة بشكل كبير عبر الثقافات. لكن في جزء كبير تاني مكتسب وبيختلف ثقافيا. بالظبط، وده الجزء الأكبر والأكثر تعقيدا. طريقة التحية مثلا، الإيماءات ليها معاني مختلفة تماما. الكتاب بيأكد على النقطة دي وبيجيب أمثلة لإشارات شائعة معناها بيتغير خالص حسب المكان. زي إيه مثلا؟ إشارة ممكن تكون عادية هنا وإهانة في مكان تاني. المؤلفين بيقدموا أمثلة كتير، أشهرهم يمكن علامة أوكي، اللي هي حلقة الإبهام والسبابة. أيوة، دي في أمريكا وبريطانيا معناها تمام، لكن في فرنسا مثلا ممكن تتفهم بمعنى صفر أو ملوش لازمة. والمفاجأة بقى إن في دول في حوض المتوسط وأمريكا الجنوبية وحتى هنا في الشرق الأوسط في سياقات معينة ممكن تعتبر إهانة بذيئة جدا. يا نهار أبيض، أعملها بحسن نية ولاقي رد فعل عدائي؟ وارد جدا لو مش واخد بالك. وده معناه إن قراءة لغة الجسد مش إني أشوف إشارة وترجمها فورا، لا خالص. طب إيه الحل؟ حكة الأنف لوحدها ممكن تكون هرش عادي، لكن لو معاها تجنب للنظر في العين ورجل بتتهز بتوتر وشفايف مشدودة كده، هنا الصورة اختلفت تماما. تمام. وإيه القاعدة التانية؟ التانية هي البحث عن الانسجام، الكونجروونس.
هل الإشارات غير اللفظية دي ماشية مع الكلام اللي بيتقال؟ لو حد بيقول أنا مبسوط جدا بس صوته واطي وجسمه متخشب وعينه في الأرض، هنا في تناقض واضح. وساعتها نصدق مين؟ القاعدة العامة بتقول صدق لغة الجسد أكتر، لأن التحكم فيها أصعب بكتير من الكلام. منطقي. والقاعدة الثالثة؟ القراءة في السياق، الكونتكست. لازم نفهم الموقف والظروف. المثال المشهور بتاع الكتاب، واحد مربع ايديه في عز البرد، ده غالبا سعان مش منغلق. نفس الحركة في اجتماع شغل ممكن تعني رفض. من غير سياق التفسير غلط. بقى محتاج تركيز وملاحظة دايمة. طيب في نقطة دايما بتصير نقاش، فكرة الحد النسائي دي اللي الكتاب اتكلم عنها. بيتقال ان الستات عموما افضل في قراءة الاشارات دي، هل ده ليه اساس علمي؟ بصي، الكتاب بيستعرض بعض الابحاث زي دراسات اتعملت في هارفارد واشارت لوجود فروق احصائية بسيطة في المتوسط. النساء في المتوسط بيسجلوا درجات اعلى في اختبارات قراءة الاشارات غير اللفظية، خصوصا تعابير الوش الدقيقة. طب ايه التفسير؟ هل هو بيولوجي؟ في جانب بيولوجي محتمل. نظريات بتربط ده بدور المرأة التطوري في رعاية الأطفال الرضع اللي مش بيتكلموا، فكانت الأم محتاجة حساسية عالية جدا لأي تغيير في تعابير الطفل. وفي أبحاث بالرنين المغناطيسي الوظيفي بتقول إن مخ المرأة ممكن يخصص مناطق أكبر لمعالجة المعلومات الاجتماعية. بس هل ده معناه إن الستات عندهم رادار كذب طبيعي؟ أعتقد الموضوع أعقد من كده. ممكن تكون عوامل تانية، التنشئة الاجتماعية مثلا؟ بالظبط. فكرة رادار الكذب دي تبسيط قوي، هي أقرب لقدرة في المتوسط على ملاحظة التفاصيل الدقيقة ورصد التناقضات بين الكلام ولغة الجسد. لكن زي ما قلتي، التنشئة الاجتماعية بتلعب دور كبير. المجتمعات غالبا بتشجع البنات أكتر على الاهتمام بالعلاقات والتفاصيل دي، فده بيثقل المهارة. فهي غالبا مزيج، والأهم إن دي مهارة ممكن أي حد ينميها، راجل أو ست، بالتعلم والممارسة. منطقي جدا. طيب بما إن جزء كبير من لغة الجسد دي بيحصل لا إرادي، هل ده معناه إن صعب نكذب بيها؟ صعب نخبي مشاعرنا الحقيقية؟ وهنا بقى بتظهر قوة لغة الجسد الحقيقية. المؤلفين بيأكدوا إن تزييف لغة الجسد بالكامل وبشكل مقنع والفترة طويلة ده شبه مستحيل لمعظم الناس. ليه؟ إيه الصعوبة؟ السبب هو الصراع اللي بيحصل بين العقل الواعي اللي بيحاول يقول الكذبة والعقل اللاواعي اللي بيتحكم في جزء كبير من إشارات الجسم التلقائية. العقل اللاواعي ده ممكن يفضحنا من غير ما ناخد بالنا. يفضحنا إزاي؟ بإشارات معينة كده؟ تماما. ممكن تظهر تعبيرات دقيقة أو مايكرو اكسبريشنز على الوش لجزء من الثانية تكشف المشاعر الحقيقية، خوف، قلق، غضب، قبل ما نلحق نغطيها بابتسامة مزيفة. ممكن يحصل تناقض، الوش هادي بس الإيد بتترعش. ممكن تظهر علامات قلق لا إرادية زي زيادة معدل رمش العين، اتساع بسيط في حدقة العين، جفاف الحلق، تغير في نبرة الصوت. الجسم مش بيعرف يكذب زي اللسان. فاكرة القصة اللي حكاها الكتاب عن المتقدم للوظيفة؟ طبعا، قصة معبرة جدا. واحد بيقدم على وظيفة وكلامه في المقابلة كان ممتاز، حماس وثقة وخبرة، لكن المقابل لاحظ حاجة تانية. بالظبط. لاحظ مجموعة إشارات مقلقة، تجنب مستمر للتواصل البصري، حك متكرر لمنطقة الرقبة تحت الأذن، عرق واضح في كف الإيد، هزة خفيفة في الرجل. رغم الكلام الحلو، الإشارات دي كلها كانت بتقول قلق وعدم صدق. ولما واجهه بأسئلة دقيقة، المتقدم انهار واعترف إنه كذب في CV. لغة جسده كشفته. مرعب شوية بس منطقي. يعني الخلاصة إننا محتاجين دايما نبص للصورة الكاملة وندور على الانسجام. بالظبط. وأي عدم انسجام هو إشارة، مش حكم قاطع بالكذب، بس علامة إن في حاجة تانية بتحصل. المؤلفين بيشيروا لبعض الإشارات اللي ممكن تتكرر أكتر في حالات الخداع، زي زيادة لمس الوش، الفم، الأنف، العين، الأذن، الرقبة، كأن الواحد بيحاول يغطي الكذبة بشكل لا واعي. لكن برضو بيحذروا، إياك تعتمد على إشارة واحدة، لازم دايما المجموعة والسياق والانسجام. تمام. طيب نغير الاتجاه شوية ونتكلم عن حاجة بنعملها كتير قوي في اليوم، المصافحة بالأيدي. هل دي مجرد عادة اجتماعية ولا ليها رسالة أقوى بكتير؟ المصافحة دي أبعد ما تكون عن مجرد عادة، ليها تاريخ قديم قوي. كان أصلها إظهار إن الإيد خالية من السلاح، يعني سلام.
لكن دلوقتي هي أول لمسة بتحصل بين اتنين في سياق رسمي أو اجتماعي، وبتنقل معلومات رهيبة في ثواني: ثقة بالنفس، طاقة، وحتى نوايا زي السيطرة أو الخضوع أو المساواة. الكتاب بيركز على 3 أنواع أساسية حسب وضع الكف، ممكن تفكرنا بيهم؟ أكيد، ودول مهمين جدا. أولا الكف الأسفل أو الدوميننت، لما حد يسلم وإيده كفها لتحت كأنها بتغطي إيدك، دي رسالة غالبا لا واعية بمحاولة السيطرة. التانية الكف الأعلى السبمسيف، العكس، بيقدم إيده وكفها لفوق، دي بتنقل استعداد للخضوع أو إعطاء الطرف التاني السيطرة، ممكن تكون احترام زايد أو ضعف الثقة. والتالتة هي المثالية، صح؟ أيوة، الكفان متعامدان الإيكوال، الإيدين بيتقابلوا بشكل رأسي متساوي، دي بتعبر عن الاحترام المتبادل والثقة والمساواة، دي أحسن مصافحة تسيب انطباع مريح. والكتاب كمان حذر من مصافحات تانية وصفها بالكارثية، فاكر منهم حاجة؟ أكيد كلنا قابلناهم. يبتسم، أكيد أشهرهم طبعا السمكة الميتة. دي فظيعة. الإيد بتبقى باردة ومرتخية خالص، كأنك بتسلم على سمكة فعلا، بتدي انطباع بالضعف واللامبالاة، وحشة جدا. والتانية اللي بتوجع الإيد دي؟ كسرة العظام، اللي بيضغط على إيدك بكل قوته، دي غالبا محاولة مبالغ فيها لإظهار القوة، لكن بتدي انطباع بالعدوانية وعدم اللياقة. المصافحتين دول كافيين يخلوا أي حد ينفر منك فورا. فعلا سيئين جدا. طيب لو حد بادر بمصافحة مسيطرة اللي هي كفة لتحت، أعمل إيه عشان أستعيد التوازن؟ الكتاب قال حاجة عن الموضوع ده. أيوة، اقترح استراتيجيتين. الأولى إنك وإنت بتسلم عليه تاخد خطوة لقدام برجلك الشمال، كأنك بتدخل مساحته الشخصية شوية. الحركة دي غالبا بتجبره يعدل وضعية كفه عشان يرتاح. حركة ذكية. والتانية؟ الطريقة التانية، لو الموقف يسمح، إنك تستخدم إيدك الشمال وتحطها فوق إيده اللي بتسلم بيها، زي المصافحة بالإيدين الاتنين، ده بيحول السيطرة ليك بشكل لطيف. المهم التصرف يكون سريع وطبيعي وبثقة. حلول عملية ومهمة. طيب نسيب المصافحات ونروح لمنطقة ألطف وأكثر إيجابية، الابتسامة والضحك. الكتاب بيقول إن ليهم قوة سحرية تقريبا. الابتسامة والضحك أدوات تواصل جبارة فعلا. الكتاب بيفرق بين نوعين من الابتسامة. الأولى هي الابتسامة الحقيقية الصادقة، بيسموها ابتسامة ديشين. دي مش بس بتشغل عضلات الفم، لا، دي بتشغل كمان العضلات اللي حوالين العين، بتظهر تجاعيد صغيرة كده عند زوايا العين، دي اللي بتعكس فعلا مشاعر دافية وسعادة حقيقية. والتانية بتبقى مجرد مجاملة. أيوة، الابتسامة المصطنعة أو الاجتماعية، دي مجرد حركة للشفايف، العين ما بتشاركش بنفس القوة، ممكن تكون مجاملة أو محاولة إخفاء مشاعر تانية، والناس سبحان الله بتقدر تفرق بينهم بشكل لا واعي غالبا. يعني الابتسامة الحقيقية دي معدية، ليها تأثير على اللي قدامي؟ تأثير قوي جدا. الأبحاث أظهرت أن رؤية ابتسامة دوشن حقيقية بتنشط مناطق في مخ اللي شافها مرتبطة بالسعادة والمتعة، فبتخليه يحس بمشاعر إيجابية هو كمان، وغالبا بيبتسم هو كمان كرد فعل، بيسموها العدوى العاطفية. حلو قوي. طب والضحك، الكتاب اتكلم كتير عن فوائده اللي مش بس تعبير عن الفرح. الضحك ده صيدلية طبيعية، الفوائد اللي أثبتتها الأبحاث مذهلة. الضحك بيطلع اندورفينات في المخ، ودي مسكنات طبيعية للألم وبتحسن المزاج، بيقوي جهاز المناعة، بيحسن الدورة الدموية ويقلل ضغط الدم، بيقلل هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وحتى بيحرق سعرات حرارية. مش هزار، دي حقائق علمية. فاكر قصة نورمان كازنز اللي ذكرها الكتاب؟ طبعا، قصة ملهمة جدا. صحفي اتشخص بمرض التهاب مفاصل خطير ومؤلم، والأطباء ما كانوش متفائلين. هو قرر يعمل علاج بالضحك لنفسه، جاب أفلام كوميديا وقعد يتفرج لساعات. اكتشف ان 10 دقايق ضحك عميق كانت بتديله 2 ساعة نوم من غير ألم، وبالتدريج حالته اتحسنت جدا. قصته دي كانت بداية لأبحاث كتير عن العلاج بالضحك. قصة مدهشة فعلا، بتورينا قوة العقل والجسم. طيب ننتقل لحركة تانية مشهورة ومحيرة، تربيع الإيدين أو تشبيك الأذرع. ايه الرسالة اللي غالبا بتوصلها؟ دي تعتبر من أشهر الإشارات الدفاعية أو السلبية، لما حد بيشبك دراعاته قدام صدره كأنه لا واعيا بيعمل حاجز بينه وبين الموقف أو الشخص اللي قدامه، غالبا بتدل على عدم اتفاق أو شعور بالتهديد أو انغلاق.
لكن هنا لازم نرجع لقاعدة السياق بقوة. يعني مش دايما معناها سلبي؟ لا طبعا، ممكن جدا تكون بسبب البرد أو مجرد عادة عند الشخص أو وضعية مريحة له. لازم نقراها مع إشارات تانية ومع السياق. لو مع تربيع الإيدين في قبضات مشدودة ووش مكشر، هنا الرسالة السلبية أوضح. لو الشخص بيحضن نفسه وهو مربع إيده، ده ممكن يدل على قلق وتوتر. وفي كمان حواجز تانية بنستخدمها، زي مسك كوباية الشاي بإيدين اتنين قدام الصدر أو حاطط شنطة كبيرة على حجره. فعلا الواحد بيعملها ساعات من غير ما يفكر. طيب وشباك الروح بقى، العيون، ايه أهم إشاراتها حسب الكتاب؟ العيون ليها لغة خاصة جدا وممكن تفضحنا لأن صعب نتحكم في كل إشاراتها. الكتاب بيركز على كذا نقطة مهمة. أولا، اتساع حدقة العين، البيوبل دايليشن، دي من أقوى الإشارات اللا إرادية. بؤبؤ العين بيوسع لما بنشوف حاجة بتعجبنا أو تثير اهتمامنا، ولأنه لا إرادي فهو علامة صادقة جدا. يعني لو بؤبؤ العين وسع فجأة ده معناه اهتمام؟ ريليمان اهتمام أو إثارة. التجارب أظهرت ده في مواقف كتير حتى في المفاوضات. ثانيا، التواصل البصري، الاي كونتاكت، مهم جدا لبناء الثقة وإظهار الاهتمام، لكن المقدار المناسب ده بيختلف جذريا بين الثقافات. في ثقافات غربية وشرق أوسطية التواصل البصري المباشر نسبيا 60-70% من الوقت كويس، لكن في ثقافات تانية زي اليابان ودول أسيوية التحديق المباشر ممكن يعتبروه قلة ذوق أو تحدي. دي نقطة خطيرة لو بنتعامل مع ثقافات مختلفة جدا. ثالثا، أنواع النظرات. الكتاب بيتكلم عن النظرة الاجتماعية، مثلث بين العينين والفم، والنظرة الحميمية تحت مستوى العينين، ونظرة القوة منطقة الجبهة. ورابعا، التحديق الطويل، ممكن يعني اهتمام شديد أو إعجاب أو ممكن يكون تهديد. تفاصيل دقيقة بس بتفرق قوي. نروح لآخر منطقة النهاردة وهي المساحة اللي حوالينا، البيرسونال بابل. الكتاب بيسميها المساحة الشخصية. ليه دي مهمة؟ المساحة الشخصية دي امتداد لينا، منطقة غير مرئية حوالين جسمنا بنعتبرها بتاعتنا. اقتحامها بشكل مش مناسب بيسبب لنا توتر وقلق. العلماء قسموها ل4 مناطق رئيسية بمسافات تقريبية. المنطقة الحميمية من اللمس ل45 سنتي، دي للأهل والأولاد والشريك والأصدقاء القريبين قوي بس. المنطقة الشخصية من 46 سنتي ل1.2 متر، دي للأصدقاء والزملاء. المنطقة الاجتماعية من 1.2 متر ل3.6 متر للمقابلات الرسمية والغرباء. والمنطقة العامة أكتر من 3.6 متر للمخاطبة العامة. والنقطة المهمة هنا هي إن المسافات دي مش ثابتة خالص وبتعتمد على الثقافة. دي أهم نقطة ويمكن أكتر حاجة بتسبب سوء فهم بين الثقافات. الاختلافات ضخمة جدا. في ثقافات البحر المتوسط والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية الناس متعودة على مسافات قريبة والقرب علامة ود. في ثقافات شمال أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان الناس بتحتاج مساحة أكبر، والقرب الزايد بيعتبروه اقتحام وقلة ذوق. يعني ممكن واحد يحاول يقرب والتاني يبعد وكل واحد فاهم التاني غلط؟ بالظبط كده، موقف محرج وممكن يسبب مشاكل. طب وإيه اللي بيحصل لنا فعلا لما حد بيقتحم فقاعتنا دي، زي في الأسانسير الزحمة مثلا؟ رد الفعل بيكون لا إرادي وفوري. بنحس بتوتر وقلق، ضربات قلبنا بتزيد، عضلاتنا ممكن تتشد، بنحاول نميل بعيد أو ناخد خطوة لورا. ممكن نتجنب نبص في عين حد خالص أو نركز على أرقام الأدوار. لو الاقتحام مقصود ممكن نحس بغضب. ده بيورينا قد إيه احترام مساحة الآخرين مهم. فعلا محتاجين نبقى واعيين أكتر بتأثير المساحة دي. طيب لو حبينا نلخص أهم الدروس اللي طلعنا بيها من رحلتنا دي في المرجع الأكيد في لغة الجسد، ممكن نقول إن الدرس الأكبر هو إن لغة الجسد دي مش هامشية، دي لغة كاملة ليها قواعدها وتأثيرها العميق. عشان نفهمها لازم نكون ملاحظين أذكياء، نقرأ الإشارات في مجموعات كلاسترز، ندور على الانسجام مع الكلام كونجرونس، ونفهم السياق كونتكست كويس قوي. وشفنا كمان إن حاجات بسيطة زي المصافحة ليها معاني قوية عن القوة، وإن الابتسامة الصادقة والضحك ليهم قوة علاجية واجتماعية مدهشة. وعرفنا إن تربيع الإيدين ممكن يكون حاجز نفسي، وإن عينينا ومساحتنا الشخصية بيبعتوا رسائل واضحة جدا، بس لازم ناخد بالنا من الفروق الثقافية. وأهم خطوة عملية لأي حد عايز يطور فهمه هي ببساطة يرفع مستوى وعيه. نبدأ نلاحظ نفسنا بنعمل إيه بجسمنا، ونلاحظ الناس اللي حوالينا بتركيز. تمرين بسيط الكتاب بيقترحه
هو أننا نتفرج على التلفزيون ونكتم الصوت ونحاول نفهم اللي بيحصل من لغة الجسد بس. تمرين جميل فعلا. وفي ختام رحلتنا دي بيجي في بالي سؤال يمكن يكون كبير شوية، بما إن في إشارات أساسية كتير مشتركة بين كل البشر زي الابتسامة والعبوس بغض النظر عن ثقافتهم، هل ده معناه إن في مستوى أعمق من التواصل الإنساني، لغة عالمية صامتة بنتكلم بيها كلنا؟ ويا ترى إيه كمان ممكن نكتشفه لو بقينا ننتبه أكتر للغة الصامتة دي؟ سؤال عميق ويستحق التأمل فعلا. يمكن الكلام مش هو الطريقة الوحيدة ولا حتى الأقوى دايما للتواصل الحقيقي. سؤال نسيبه مفتوح للتفكير. بكده نكون وصلنا لنهاية استكشافنا لعالم لغة الجسد بالاعتماد على المرجع الأكيد. نتمنى تكون المعلومات أضافت لكم رؤية